خريطة من رمسيس إلى جامعة الأزهر في مدينة نصر. لو عاوز تروح من رمسيس إلى جامعة الأزهر في مدينة نصر، أنت دلوقتي في رمسيس وعاوز تروح الجامعة اللي في مدينة نصر في الحي السادس، يا ترى هتركب إيه من رمسيس إلى جامعة الأزهر في الحي السادس في مدينة نصر؟ هتركب ميني باص ولا أتوبيس؟ أنا هقول لك تركب إيه من ميدان رمسيس من اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. ادينا في ميدان رمسيس اهو. هتركب اتوبيس 1006 69 30 1001 1064 1097 1012، كلهم هتركبهم هنا من ميدان رمسيس اهو. من ميدان رمسيس هتركبهم، الاتوبيسات دي بتقف هنا عشان تطلع على جامعة الازهر في الحي السادس. هما بيكملوا في حتت تانية بس احنا ايه هناخد لغاية جامعة الازهر اهو. ادي هما بيجوا من هنا، بيطلعوا من هنا، هتركبهم من هنا من ميدان رمسيس. وفي ميني باصات بس الميني باصات ما بتكملش، دول بيخشوا جوه عند الحي السادس عند الجامعة والمستشفى الازهر وجامعة الازهر، دول احسن فتركب دول. وبعد كده هيعدوا على محطة غمرة. ادي غمرة ومحطة غمرة اهي اللي هي فيها مترو الانفاق. ادي غمرة وادي مترو الانفاق هناك اهي. يبقى كلهم بيجوا من رمسيس يعدوا على غمرة ومحطة مترو الانفاق، وبعد ما بيخلصوا غمرة ادي محطة مترو الانفاق هناك اهي بتاعت غمرة. اول لما يخلص غمرة هيخش بقى على ايه؟ هيخش على مستشفى الدمرداش. ادي مستشفى الدمرداش، كلهم هيطلعوا كوبري اللي هو بتاع احمد سعيد، وبعد كده يجوا مستشفى الدمرداش. اول لما يخلصوا مستشفى الدمرداش السبع اتوبيسات دول بيكملوا لغاية كلية الطب جامعة عين شمس ومسجد النور اهم. ادي كلية الطب وادي مسجد النور. هيكملوا بقى ايه؟ هيجوا كلهم السبع بيعدوا على ايه؟ مسجد النور. هيمشوا بقى يفضلوا ايه ماشيين، هيجوا عند ميدان العباسية وبعدين يطلعوا الكوبري بقى. هيطلع ايه؟ الكوبري. ادي هيطلع الكوبري اهو. ادي الكوبري، كوبري اهو. هيطلع الكوبري العباسية، احنا طالعين كوبري العباسية. وبعد ما يخلص كوبري العباسية هتنزل من الكوبري محطة الاحوال المدنية، بس احنا ايه فوق الكوبري اهو. وادي ميدان العباسية اهو، وادي ايه موقف العباسية بتاع الاتوبيسات اهو قدامنا اهو. ايوه هو ده. احنا بقى ايه هم كلهم السبعة بيعدوا من على الكوبري ده. واول لما يخلصوا الكوبري اهو، نزلنا من الكوبري خلصناه. دي الاحوال المدنية. هننزل هنا وهنروح الاحوال المدنية، وبعد الاحوال المدنية بيكمل هيعدي على شارع صلاح سالم اللي احنا شايفينه ده، تقاطع صلاح سالم، الاشارة بتاعت صلاح سالم. بيكملوا شارع امتداد رمسيس اهو بيكمل. ادي هنفضل ماشيين، ادي صلاح سالم، وادي الشارع اللي احنا داخلين فيه ده شارع امتداد رمسيس. اول لما يخلص شارع امتداد رمسيس اهو، في محطة هنا بتاعت سوبر جيت بتوقف فيه الاتوبيسات هي دي. وبعدين بعد ما بيخلص المحطة دي هتلاقي جنبها نقابة التجاريين. اول لما يخلص اهو شارع امتداد رمسيس، وادي نقابة التجاريين اهي. دي نقابة التجاريين اهي، نقابة التجاريين في شارع امتداد رمسيس. وبعد كده هنمشي هنخش على ايه؟ مستشفى حميات العباسية اهي. ادي المستشفى حميات العباسية. وبعد كده هنعدي على وزارة المالية، وبعد كده نخش على ايه؟ نادي السك. هنخش ادينا اهو، هنحود ونخش على نادي السك. ادي نادي السك اهو. هو في جنبه بنك القاهرة وبنك الاهلي. وبعد كده ادي نادي السك اهو. نادي السك اهو، وده شارع الاسطورات اللي احنا فيه او شارع طريق النصر. ادي نادي السك. وبعد كده ايه هيمشي على طول ويجي يخش على ايه؟ جامعة الازهر في الحي السادس في مدينة نصر اهو. كل السبع اتوبيسات دول بيجوا هنا يعدوا على جامعة ايه؟ الازهر، وبيخشوا على المستشفى جامعة الازهر
دول احسن. في ميني باصات بس بيطلعوا من بره بس كده، وبيمشوا على طول بيروحوا مدينة نصر من عند عباس العقاد، بس دول احسن واسرع الاتوبيسات. 7 هم بيجوا عند جامعة الازهر حي السادس مدينة نصر اهم. ادي الجامعة، وادي الجامعة الرياضة، كلية الرياضة بنين جامعة الازهر. وفي قدامها بيبقى في اتوبيسات ميكروباصات بيروح حدائق القبة. شكرا والى اللقاء، ونشكركم، ولا تنسونا بالاعجاب والاشتراك في القناة. متشكرين لحسن استماعكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.